أهلا بيكم يا أبطال في فيديو جديد من كود فيرس. النهاردة عندنا موضوع جامد جدا، فحضروا دماغكم وخلونا نبدأ رحلة جديدة في عالم البرمجة. مبدئيا كده انتم مستغربين طبعا من اللي قدامكم ده. كود شيف فتح تاني فتح تاني. بصوا، هو حوار يعني أنا بالصدفة بفتح كده ببص، يعني أبص على آخر مسألة نحلها، لأن أنا كنت ناوية أجيب لكم مسألة أكتبها أسأل شات جي بي تي ويجيبها لي، عشان ما كنتش بصراحة عايزة أوقف سلسلة كود شيف وكنت عايزة أنهيها. ولكن المفاجأة كانت بالنسبة لي الصدمة هنا لما لقيت ان كود شيف فتح تاني يا جماعة، وتقدروا ان انتوا تبدأوا تحلوا، فهنكمل السلسلة. طب دلوقتي ثانية، انتي بدأتي معانا سلسلة كودي، هنعمل فيها ايه؟ متقلقوش، هنعمل كل فيديو. يعني مثلا الفيديو اللي فات عملنا كودي، الفيديو ده هنعمل كود شيف، الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنعمل كودي. تمام، فيلا بينا نبدأ المسألة بتاعتنا الجديدة، وهي شوجر كان جوز بيزنس. يعني ايه او ايه المسألة دي؟ هو اولا انتوا لما تستغربوا من كلمه شوجر كان دي معناها ايه اصلا. شوجر يعني سكر، كان يعني اللي هي الكنزه او كده، ولكن هي معناها غير كده، معناها عصير قصب، اللي هو القصب، اللي هو القصب الجوز العصير، فعصير قصب. ففي شخص يعني فتح بيزنس للعصير قصب ده. فبيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا while Alice was drinking sugar cane juice she started. هو هي بنت المفروض يعني، ماشي. she started wondering about the following fact. لما كانت البنت اللي اسمها أليس دي كانت بتشرب عصير القصب، جات لها فكرة، أو جات لها كده زي كده لحظة إدراك يعني، في الحاجات اللي هنشوفها دلوقتي. بتقول the juicer sells each glass of sugar cane juice for 50 coins. يعني اللي هو اللي بيبيع عصير قصب ده سوري، الشخص اللي بيبيع عصير قصب ده بياخد على كل عصير او كل كوبايه عصير قصب اللي بيبيعها دي بياخد عليها 50 كوين. فبتقول he spends، في معتقداتها الجميلة دي بتقول he spends 20% of his total income on buying sugar cane. يعني هو بياخد 20% أو من التوتال، أو خلينا يعني دلوقتي كلمة spends دي وقفت قدامنا، فممكن نشوف معناها ايه دلوقتي. تعالوا نشوف. أنا مثلا عارفة معنى، ولكن لازم أعلمكم خطوة مهمة جدا، وهي ان مفيش، انت ممكن اولا ده اللي عامل الكلام ده هندي، فالانجليش بتاعه ممكن يكون احترافي شويه، فممكن يبقى في كلمات صعبه. انا في كلمات عامه بتقف معايا مبقاش عارفاها، فبقوم واخده كده كلمه كوبي وحطاها على يا ربي سوري اللهم صل على محمد، بحطها على جوجل ترانسليت. فهنا حطينا كلمه سبند، قال لي ان هو يقضي، يعني اللي هو بيدفع يعني او كده. فبتقول ايه بقى؟ تعالوا نكمل كده مع بعض. بتقول لي of his total income، من دخله اللي بيدخله من بيع الشوجر كان ده. بعد كده قالت لي عندي كمان حاجة تانية قالتها لي، قالت لي he spends 20% of his total income on buying salt and mint leaves. دي كانت معلومة ما كنتش أعرفها بصراحة، إن هما في عصير قصب بيحطوا عليه رشة ملح ومنت ليف، اللي هو الورق النعناع. عارفين النعناع اللي بيتحط في كوباية الشاي، هو ده بالظبط. هما بيصرفوا على الكلام ده، بيصرفوا على الملح وورق النعناع أو المنت ليف ده. فكده احنا معانا 20%، 20% يبقى 40%، يبقى هو من ال 40% دول بياخد منهم 20% من الباينج شوجر كان، و20% تانيين بيستغل 20% تانيين ويشتري السولت ويشتري المنت ليف. طيب he spends 30% of his total income on shop rent. مبدئيا كده انا معرفش يعني ايه شوب رنت، فهناخدها تاني كوفي كده عادي خالص. على فكره مش عيبه، مش عيبه انك تاخد كلمه وتحطها على جوجل ترانسليت. يعني ايه شوب رنت؟ ايه هو شوب رنت؟ ايجار المحل. ايجار، انا عن نفسي ما كنتش عارفه يعني ايه رنت، بس الحمد لله هو عرفتها. ايجار محل، اديني بدخل حصيله من الكلمات الانجليش، لان الانجليش مهم جدا يا جماعه. فبيقول لي بقى ان هو بينفق كمان على 30% من التوتال كام، اللي من ال 30% اللي بيدخلوا له بيصرف عليهم في ايجار المحل. يعني يعتبر المحل ده كده ايه؟ متأجر. طيب تعالوا نحسب كده مع بعض كده بالمنتال كده يعني. دلوقتي الراجل ده بيدخل له 20%، زودوا كمان حطوا عليهم 20% بيدفعهم للسولت والمنت ليب، وزودوا عليهم كمان 30%. 30% دول لإيجار المحل، يبقى هو كده بيصرف حوالي 70%. يعني تعالى كده نحسبها تاني بقى كده، عشان أنا حسبتها كده ثانية واحدة. يعني دلوقتي احنا هنفترض ان احنا معانا 20%،
حطينا عليهم كمان 20%، زودنا عليهم كمان 30%، يبقى اداني، يبقى الراجل ده بيدخل حوالي 0.52% بس، ده اللي يعتبر اللي بيتبقى له من الاخر، يعني 52 قرش كده او نص جنيه اصلا. المهم، طيب خلينا نكمل مع بعض. ولكن لو انتوا بتحسبوها كده من غير percent فهتديك 70%. تمام. طيب Alice wonder what is the juicer profit in coins when he sells in glasses of sugar cane. أليس بقى قعدت تتخيل، أليس دي فاضية والله، قعدت تتخيل كده معاها، يعني اللي هو ان البائع بتاع العصير القصب ده، ان هو كده سيلز بيبيع من الان جلاسز، ان ده كده ايه انتجر، يعني حاجة احنا متخزنة ما نعرفش هي قد ايه. فاكرين الكلام ده ولا نسيته؟ المهم، فجلاسز اوف شوجر كان من الكوبايات بتاعة عصير القصب. جميل. طب نكمل. يبقى كده انا عرفت ان انا اول حاجة عندي انتجر واحد، هو الان، انتجر واحد بس. شوفوا ربنا مسهلها معانا. فالinput format بقى عندي بيقول لك ايه؟ بيقول لك the first line of input will contain الانتجر t وعادي خالص، وبعد كده الان. طب تعالوا بقى نعمل كده الحاجات دي بقى، ويلا بينا نشغل الجمجمة ونرجع الكلام ده تاني، طبعا اكيد اتنسى. الانتجر t، بعدين كنا بنعمل سين t، بعد كده طبعا بنعمل الوايل. الحاجات بتاعتنا البسيطة دي يا جماعة افتكروا معايا، تفتكروا والله. اهو t minus، وبعد كده بنعمل انتجر الان طبعا، والسين بتاعت لا مفيش سبيس، يعني ممكن تحطوا سبيس او تحطوا مش تحطوا براحتكم، والسين ان. المسألة دي رغم ان هي ممكن تكون طويلة، ولكن انا احب اقول لكم ان كودها مفيش اسهل من كده، حرفيا وبالعدد بالظبط. انا دلوقتي كتبت قد ايه، حوالي كام سطر، حوالي 1 2 3 4 5 6 سطور، زود عليهم 3 سطور بالظبط وكده المسألة تكون خلصت. والله المسألة سهلة جدا على فكرة، ولكن محتاجة تركيز. طيب الاوتبوت فورمات for each test case output on a new line the juicer profit when he sells n glass of juice. هو الكلام اللي كان بيقوله يعني. تمام. عايز يعرف يعني ايه الان ده بيبيع كام عصير قصب يعني. تمام. السيمبل، ندخل على السيمبل بقى، ده الان ده اللي بيجيب الخلاصه. مبدئيا كده دلوقتي انا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ال4 وال2 وال4 وال5 وال10. ال4 30 وال2 60 وال4 75 وال5 سوري الفور معلش انا اسفه، انا نفسي اتلخبطت والله. الفور دي يا جماعه التست كيسز، راجعوا معايا، الفور التست كيسز يعني عدد التجارب اللي بنجربها. انا اسفه معلش ام سوري والله يا جماعه بقالي كتير ما بحلش على المسائل دي، يعني بقيت مركزه في كودي، فمعلش راعوني. ال2 بيطلع لها 30، ال4 بيطلع لها 60، ال5 بيطلع لها 75، ال10 بيطلع لها 150. ايه بقى الكلام ده؟ مين دول اصلا؟ دول الان يا حبايبي، دي معانا طبعا دي التست كيس. الباقي دول كده الان، يعني الان اللي هو يعني كوبايتين من العصير القصب بتطلع له 30. ايه الحسبه دي؟ اتحسبت ازاي اصلا؟ طب ما تيجوا نشوف. تعالوا نشوف الاكسبلانيشن. اول حاجه التست كيس 1 بيقول لي ايه؟ the total income is 50 multiplied 2 equal 100. ايه ال 50 دي؟ معلش جبتها منين؟ يعني انت ايه حسبت ايه او عملت ايه عشان تطلع لك 50؟ يعني ايه الحسبة اللي حصلت لان هو يطلع لي 50؟ ايه الحسبة دي؟ هو ممكن يكون على فكرة في احتمالات كتير. مثلا عندك احتمالات ان هو حابب ان هو يحسبها كده، يعني هو مديك المسألة كده انا عايز احسبها بال50. طب اشمعنى 50 مبدئيا كده؟ ايه نص المية مثلا؟ يعني مثلا هو ثانية هو اتكلم في البرسنت صح؟ اتكلم في ايه في البرسنت؟ يعني اداني مثلا قال لي 20% و30% و20% تاني وكلام من ده. طيب ماشي، هو اصلا مين اكبر مين نهاية البرسنت فين؟ 100%. نص 100% ايه؟ 50%. هو ممكن يكون ده حسبها بالطريقة دي. تمام. طيب فهو قال لي هنا، قال لي ان عملت 50 ملتبلاي 2 بتديني 100. طب ال2 دي منين؟ دي ال2 دي اللي هي دي حبايبي، اللي هي دي اللي هي الان. يعني هو عمل الان ملتبلاي 50. ثانيه وخليك اقف عندك كده، يلا نعمل انتجر على طول، مفيش الكلام ايه ده، انت متاكد او متاكد؟ طيب الانتجر بنسميه ايه؟ ممكن نسميه الانكم كده.
الانكم اللي هو اللي بيدخل له يعني الدخل. ان ملتبلاي ال 50. بصوا انا جايلكم بحماسيه غير طبيعيه بصراحه، لان فرحت قوي لما شفت فتح. يعني انت عايزين تقولوا لي ان انت هتعملي كده؟ هعمل كده. دي احنا يعتبر نقطه من بدايه السطر كده، ان احنا خدنا حاجه بسيطه اهي. ادي بدايه النتيجه كده. انا بدات ادخل في المساله، فاضل لي سطرين بالظبط وخلص المساله. طب نكمل. طيب انت عملتي كده، انت قلت هتعملي انك ان ملتبلاي 50. ماشي جميل. طلع لي، قال لي هنا طلع لي 100. طيب البائع بتاع العصير ده بينفق على 20 كوين من الشوجر كان اون شوجر كان، يعني بينفق على 20 جنيه او 20 قرش على الشوجر كان ده. فال 20 كوينز اون بقى بيصرفهم بقى على ايه؟ هيقول لك بقى ال 20 قرش ده بيصرفهم على ايه؟ على السولت والمنت ليف اللي هو الملح وورق النعناع. وال 30 كوين اون رنت الايجار بتاع ايه؟ المحل. فبيقول لك بقى البروفيت بتاعتها تبقى عامله ازاي، او الحسبه بقى هو حسبها ازاي. قال لك عندك هنا، قال لك ان ال 100 minus bracket 20 plus 20 plus 30 bracket equal 30. هقول لكم حاجه، انا لما جيت اعمل دلوقتي 20 plus 20 plus 30 قال اداني 70. فانت هتنقص من ال 70، هتعمل 100 minus 70 تطلع لك 30. طيب معلش ممكن بس تاخديها كده قدامنا، انا عشان بستخدم عندي الكالكوليتر جنبي في الموبايل، هقول لكم دلوقتي بتعملوها ازاي. ممكن تدخلوا كده على جوجل، احنا عملناها قبل كده، عملناها قبل كده. واهي وادي النتيجه طلعت لك اصلا النتيجه اهو، طلعت لك 30. يعني النتيجه صح، يعني هو الراجل ما ضحكش علينا، والحمد لله. طيب جميل جدا، انا اقتنعت. طب ماشي، الكود بقى هننفذه ازاي؟ هقول له ايه يعني؟ انا برضه ما انا مش فاهم. تعالى كده ثانية ركز معايا كده في حاجة، معلش ركز معايا. بص بصة كده، املي عينك بحاجة. ايه هي؟ ال50 احنا قلنا النص ال50 ايه؟ نص ال50 اللي هي، او يعني ايه كمالة ال50؟ ال100. طيب ال100 دي نصها ايه؟ 50. طب ماشي، دلوقتي اهو انا جيت عملت 50 multiplied 2 طلعت لك ايه؟ 100. طيب ما لاحظتش حاجة بقى؟ ايه هي؟ انه خد ال 100 دي حطها هنا وعملها minus 20 plus 20 plus 30. ايه ده؟ ايوه صح. طب يعني ده في حاجة معناها كده ان انا بعمل minus 100. طيب انا دلوقتي هعمل ايه في الكود؟ انا عندي ايه؟ انت دلوقتي عندك integer. عندك ايه integer؟ انا همشي معاك زي ما قلت لك كده بالظبط، وهنشوف ايه اللي هيحصل. integer، قال لك معايا integer ممكن نسميها profit، بما ان ده النهائي يعني، او التوتال equal. ركز معايا بقى، احنا قلنا هنعمل ايه؟ هنعمل ال 100 minus bracket. البراكت ده بقى جواه ايه؟ تعالوا نشوف. هو حط لك ايه هنا؟ حط لك ال 20، حط لك بلس 20، حط لك بلس 30. هل انا همشي بالطريقه دي؟ لا. ليه؟ لانه لو لاحظت كده في بقيه المسائل ماشي لك 40 40 60 50 50 75 100 100 150. طب ده كده نعمل فيه ايه يعني؟ نعمل ايه هنا؟ نكتب ايه هنا؟ تعالى ركز معايا كده. ممكن مثلا نكتب، احنا هنكتب الانكم. برافو. لا ولد، انت برافو عليك. وبعد ما هكتب الانكم هعمل مالتبلاي ال30. ال30 ماشي اهو، مالتبلاي ال30. انت تفهم، انت عندك حق في اللي انت قلته. وبعد كده بقى اخر حاجه زي ما انت قلتي ان فاضل سطر كود، فالموضوع هيبقى سهل خلاص كده. احنا عرفنا سي اوت ايه؟ البروفيت. البروفيت هركزوا معايا، البروفيت مش الانكم. احنا خلاص حطينا الانكم معايا، فخلاص بقيت عارفه ان ايه، خلاص كده. ونعمل كده سوري، في اند لاين ونقفل وكده المساله تكون خلصت. تعالوا نشوف بقى، نجرب، احنا محتاجين نجرب. اوبا، وتيجي المفاجاه هنا. شفتوا؟ ترك
تركة بسيطة لو عدلناها المسألة كده خلصت، وأقول لك كده بح والمسألة كده شكرا. طب ليه نيجاتيف؟ انت ايه اللي عملته عشان تديك نيجاتيف اصلا؟ ركز معايا كده، انت حاطط له 100 دي في الاول وحاطط له بعدها ماينس، يعني هو يحسب الاول الانكم بعد كده يعمل لها ملتبلاي 30. فلما يعمل ملتبلاي 30 يجي يعمل ماينس ال 100، طبعا هيبقى الرقم كبير فهيديك نيجاتيف، هيديك نيجاتيف. فطلع لك بناء على ذلك نيجاتيف 2900، نيجاتيف 509 سوري، نيجاتيف 5900، نيجاتيف 7400، 7400، نيجاتيف 14900، وهكذا وهكذا وهكذا، مشي بترتيب النيجاتيف. لانك انت عارف، انت كانك قلت له ايه؟ كانك قلت له بالظبط اعمل ان ملتبلاي ال 50 اللي هو 2 ملتبلاي ال 50 وهتطلع لك بقى رقم كبير، وبعد كده الرقم الكبير ده اللي هو ال 100 المفروض بعد كده اعمل ال 100 دي ملتبلاي 30. انت قلت له كارثه، انت قلت له رقم لا مهول. يعني انا اتعلم بس نحسبها كده مع بعض. يعني مثلا انا معايا الكالكوليتر هقول لكم النتيجه على طول. يعني مثلا انا بقول لك 100 ملتبلاي 30، سوري ال 30، خليكم معايا كده، طلعت لي 3000. ركز بقى معايا كده، انت عملت 100 minus 3000 ادت لي نيجاتيف 200 2900 زي ما هو طلع. طب معلش بقى ثانيه واحده، انت بتذاكي عليا. طب هو اصلا هو المنين عمل 100 minus ال 2000 سوري 3000 او ايا كان يعني. هو ايه اللي عمل كده؟ هو مش المفروض ان هو بيفهم؟ ايوه، يعني المفروض هو يعمل الاول 3000 minus ال 100. معلش يعني الكمبيوتر مش ذكي للدرجه دي، راعي ان الكمبيوتر مش ذكي للدرجه دي. مفيش الكلام ده، انت قلت له حاجه هو هيمشي عليها، انت قلت له اعمل كذا وبعدين اعمل كذا، هو مشي بنفس النظام ده. وبعدين اولا كده اللي انا قلته لك ده غلط، واللي انت قلته ده اصلا برضو غلط. ايه اللي هو ايه يعني؟ معلش ايه اللي غلط؟ الغلط اللي انت قلته بقى او اللي احنا كلنا قلناه ان احنا نعمل ماينس. ايه ده؟ هو ثانيه مفيش ماينس؟ امال ايه اللي هيتعمل؟ هيتعمل ديفايد حضرتك. لا ثانيه واحده بقى، الديفايد دي جت منين؟ تعال ركز معايا كده. مبدئيا انا قلت لك دلوقتي ايه؟ قلت لك انا عندي، ركز معايا كده، هنرجع بقى من الاول، نرجع للذكريات بقى كده من الاول. احنا كان عندنا الراجل ده بينفق 20% على الشوجر كان، وبينفق 20% تانيين على الملح والمنتجرين والحاجات بتاعته دي، وبعد كده بقى بينفق على اللهم صل على سيدنا محمد، بينفق بقى 30% على الإيجار. تمام. ف ماشي، اوكي، ايه برضو ايه المشكلة؟ يعني ايه اللي حصل برضو؟ انا مش فاهمة. يعني ايوه، ايه المشكلة هنا؟ انا برضو مش فاهم، معلش يعني ممكن توضحي؟ معلش تعالى اقولك، تعالى بس كده وركز معايا وربنا يهديك كده، وانت والله هتفهم كل حاجة. ركز معايا، ركز معايا يا بابا. مبدئيا كده اللي انا قلته لك ده غلط، اللي هو ان احنا نعمل 100 ماينس البراكت يعني ايا كان. طب ليه يعني انت قلتي كده واحنا مشينا على نفس الطريقة؟ لا احنا مش بنمشي بنفس الطريقة، احنا بس عايزين نفهم. هو قالك ان المسألة بتتكلم عن بائع عصير وبيكسب كل كوب مثلا 50 عملة، فال20 على القصب و20 على النعناع والملح و30 على الإيجار، يعني المصاريف كلها 70. 70 ايه قرش. هنا بقى نلاحظ حاجة في ان في صورة ان في الصورة، يعني مثلا دلوقتي انا ايه؟ قال لك مثلا اللي هو الربح او الدخل بتاعه 70، والمصاريف بتاعته 70، والدخل ان ملتبلاي 50، وعدد الاكواب اللي هو مستخدمها ال2 او ال4. فمعلش دلوقتي كده، انا دلوقتي لو قلت لك الدخل اللي هو الان ملتبلاي 50، فالدخل بتاع رقم 2 ده هيطلع لي 1، والمصاريف اللي هيصرفها هيطلع لي قصدي 100، والمصاريف اللي هيصرفها هيطلع لي 70، والربح او الدخل اللي هيعمله 30، يبقى الناتج بتاعي 30. لكن الصورة بتقول او انه هنا بيقول هنا 60. طب ماشي، يبقى نلاحظ حاجة، ان المصاريف ممكن بتزيد حسب عدد الاكواب او حالة او الحالات المختلفة. يعني مثلا
احنا قلنا الانبوت 2 والاوتبوت 60. هنفترض يعني يبقى واضح ان العلاقه ما بينهم مش ثابته، يعني 70 ملتبلاي 50 او ان او ان ماينس 70 ملتبلاي 50. فانا يعني هل انا دلوقتي مثلا، فانا كده محتاجه في عمليه ديفايدد. انا كده يعتبر لكم حليت لكم مساله او شرحتها لكم بالتفصيل. فاحنا كده محتاجين ان احنا نعمل حاجه مهمه جدا، الا وهي ان احنا هنعدل دي كده. تمام، انا بحاول بقدر الامكان ما اطولش عليكم الفيديو والله. انا ممكن اشرح لكم المساله دي لحد بكره، هي مساله محتاجه تركيز ولكن والله العظيم سهله. أم... احنا دلوقتي المفروض هنعمل هنا كده، هنعملها divided ال 100. طب معلش ممكن تيجي بقى تقولي لي كده، ممكن بقى تشرحي لي مثلا السطر بتاع الكود ده. طيب لو افترضنا ان ال n بتساوي الفور، اذا ان الدخل 50 multiply الفور equal 200، فالربح بتاعه 30% من ال 200 يعني بتساوي 60. يعني انا هنا فعلا بالظبط بعمل divided 100. ليه divided 100؟ لانه اكبر رقم يعتبر هنا اصلا مش هيعدي 50%. فعشان كده حابه اقول بس، يعني عشان كده احنا لما جينا عملنا ديفايد ال 100. تعالوا نعمل رن كده بقى مع بعض ونشوف الناتج اهو 30 67 75 150. يعني كده المساله اتحلت. المساله كده اتحلت. تعالوا نعمل سبميت بقى ونتاكد ان مفيش اي اخطاء اهو. وبكده احنا حلينا المساله دي. انا كده شرحت معاكم المسألة، وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. لو استفدت متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وافتكر دايما كل كود بتكتبه بيقربك خطوة من حلمك. باي باي.